السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهاردة هعمل حاجة سريعة جدا للفطار. دايما الفطار بيبقى مشكلة، الصبح هنفطر ايه، هنعمل ايه، فبنمل دايما من الروتين الطبيعي اللي احنا بنستخدمه يوميا. النهاردة انا هعمل خبز سريع كده بالجبنة، نقدر نفطر بيه مع كوباية شاي بلبن او نسكافيه. هيبقى سهل جدا ومفهوش اي مشكلة. تعالوا نعرف المقادير ونبتدي على طول. في البداية انا عندي كوبايتين دقيق، 2 مج من ده دقيق، ده المج التاني، دول 2 مج. هحط عليهم مج تالت سميد ناعم، سميد ناعم. على فكرة لو مش عايزة تستخدمي السميد الناعم مفيش مشكلة، بس السميد عامة بيدي طعم للحاجة. كده يبقى احنا عندنا مجموع الحاجات 3 كوبايات او 3 مجات من نفس المج ده. اكيد كل ستات البيوت قادرين يفهموا ده مقداره ايه. نقلبهم كويس مع بعض، نخلطهم كده، وهحط عليهم شوية ملح، ومش هنحط اي حاجة خالص نهائي غير ان انا هعجن بمية دافية. مية دافية. انتي لو عايزة تحطي شوية بيكنج باودر مفيش مشكلة، حاجة بسيطة. انا هحط، شايفة، حاجة بسيطة قوي من البيكنج باودر، بس كده. نعجنها. محتاجة شوية مية تانيين. كده خلاص مش محتاجة مية تاني. هبتدي اعجنها لمدة 10 دقايق كده واريحها. شايفين؟ هنا ممكن اقدر بقى ايه، احط معلقة زيت زيتون. معلقة زيت زيتون، مش اكتر من كده. على فكرة الكوبايتين دي والكوباية سميد يعني 3 يعملوا لي حوالي 5 أرغفة، أو حسب الحجم اللي انتي عايزاه. أنا كده خلاص هسيبها شوية، بتاع نص ساعة تقعد كده، وارجع أشوف هنعمل ايه. يبقى احنا كده يا جماعة 3 كوبايات ادونا 6 قطع. على فكرة انت ممكن تعمليها قطع أصغر من كده زي ما انت عايزة، لكن ده الشكل المتعارف عليه، الحجم بتاع الخبز العادي. تمام. هبتدي اخد أول قطعة وابتدي افردها. هفردها فرد متوسط الأول، كده كفايه قوي. انا عندي هنا مجموعه جبن، جبنه رومي على شيدر على موتزاريلا، كله على بعضه. واي حاجه، اي نوع من الجبن على فكره، ما عدا جبنه البيضه لان بيبقى فيها ميه كتير، بتبقى صعب شويه. لكن الجبنه اللي بتسيح مش هتنزل ميه ولا هتبوظ العجين.
هحاول اقفل هنا كويس قوي على اساس كل الفتحات دي تبقى ايه مقفوله، وابتدي افرد بالراحه جدا. ممكن رش دقيق عشان ما تلزقش مننا كده. الخبز ده على فكره انا هسويه على الطاسه على البوتاجاز، يعني مش هدخله فرن ولا حاجه. شايفين من قبل ما احطه او اول من قبل ما احطه او العب فيه اهو ابتدى نفسه يفتح، لان انا على فكره سيبته يرتاح نص ساعه واكتر كمان. مهم جدا. اكيد شايفين في الكاميرا الرغيف نفسه الجبنه جوه عامله ازاي. نحاول ان احنا يبقى عندنا رغيف متساوي من كل النواحي. اعتقد ان الحجم ده معقول جدا اهو شايفين. هجيبه هحطه على فوطه لغايه ما اخلص كل الكميه وابتدي اسوي. شويه دقيق تانيين وابتدي افرد كوره كوره. ونفس الحكايه هحط مجموعه الجبن. ممكن الجبن دي تكسري عليهم بيضه وتقلبيهم جوه بعض وتحشي بيها. ممكن يبقوا كمان شويه خضار، بصل اخضر على بقدونس على فلفل اخضر، يبقوا قطع صغيره قوي قوي وتخلطوا بالجبنه ويتحطوا عليها. وابتدي افرد بالراحه عشان الجبنه ما تخرجش من العجين نفسه. رش دقيق. صدقوني الطريقه دي سهله جدا وبسيطه قوي وتغيير من الروتين اللي كل يوم هنفطر ايه هناكل ايه. ده ينفع للعشاء ينفع للفطار. على فكره برضو العجينه دي تنفع تعملي من تحشيها لحمه وتبقى للغداء. نفس الفكره بالظبط كده. بس انا مش هرققه اكتر من كده، هخليه بنفس السمك كده شايفين. وهحطه على الفوطه لغايه ما اكمل المجموعه. هكمل المجموعه دي كلها وارجع لكم تاني نشوف هنسويه ازاي. دي طاسه طبعا هي دلوقتي انا شغلت عليها البوتاجاز وسخنه، دهنتها زيت زيتون. على فكره اللي مش هيحب زيت الزيتون مش لازم، يعني ممكن تدهني زبده مثلا، بس انا افضل زيت الزيتون. وننزل بالرغيف كده اهو ونهدي النار خالص. انا مجرد ما خلصت على طول اشتغلت، يعني مش هنسيبه يقعد شويه ولا الحاجات دي. وبمجرد ان انا احس انه اتشمع هقوم قلبيه على الناحيه الثانيه. شايفين عامل ازاي؟ دي قطعه زبده ممكن تدهني بيها كده زي ما انت عايزه. الخبز بتاعنا خلاص بقى جاهز، ريحته تجنن تحفه. هيعجبكم جدا صدقوني. وده مخرج كمان ان الواحد لما يتزنق مش عارف يفطر ايه يعمل كده، يطلع كوبايه دقيق ويعمل رغيفين. الكوبايه بتعمل رغيفين مع شويه جبن، يبقى احنا كده ايه عملنا فطار زي الفل. بس يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير وتشتركوا في القناه.